بسم الله. اللي في الصورة ده صورة نادرة جدا، لأن هي ديت البلكونة بتاعة الشقة اللي كان الملك فاروق أجرها وقعد فيها بعد ما مشي من مصر. واضح تماما يعني إن هي لا هي على الشارع حتى ولا حاجة، ده يا دوبك جزء صغير زاوية كده يعني بيبص منها. وطبعا يعني ما هياش ده، حتى الشجرة داخلة جواها يعني. طب فين بقى اللي قاعد يقول لك ان هو عنده فلوس في سويسرا وما اعرفش ايه راحت فين؟ ده لولا ملك السعودية ساعتها الملك عبد العزيز هو اللي كان بيساعده وبيبعت له فلوس. ده بس دليل يعني انه يعني ما فيش كذب، اللي انتوا قلتوه كذب في كذب. وكل الكذب اللي هم قالوا عليه لف ورجع لهم تاني عليهم هم نفسهم، لانهم اتفقسوا بعد ما ماتوا او قبل ما يموتوا. المهم ان في الاخر اتفقسوا واتعرفوا يعني. انا طبعا ما قلتش حاجه ان هو ملاك ولا حاجه، بس برضو يعني كان كذب 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 كذب. وبعدين احنا دلوقتي في قرف 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 قرف، مستلمين منه كل حاجه كويسه، ودلوقتي طيب فين بقى هو صاحب الفساد؟ طب هو فين بقى الفساد؟ ما هو متنيل اهو معانا اهو. ربنا ان شاء الله يكفينا شر الفساد.